ولا تمدن عينيك. دول كلمتين بالظبط، بس لو فهمتهم حياتك كلها هتتغير. هتتحول من شخص مضغوط ومشتت ومليان بالغضب والحيرة لإنسان متزن نفسيا وسعيد بحالك وراضي. كلمتين بالظبط بيلخصوا كتب ودراسات كتيرة ومئات الجلسات النفسية اللي ممكن تاخدها عشان تعالج روحك من إحساس الغضب والضيق والحيرة. كلمتين بيجاوبوا على أسئلة احتارت الفلاسفة والمفكرين وعلماء النفس في الإجابة عنها. كلمتين بيستحضروا تلقائيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني باختصار، لو صاحي من النوم ما بتشتكيش من أي حاجة والتلاجة فيها فطارك وغداك وعايش في بلد آمن، فأنت كده معاك الدنيا كلها. وساعتها بقى لازم تطبق قاعدة لا تمدن عينيك. يعني ما تبصش فلان شغال ايه ولا بيقبض كام، ما تبصش عايش ازاي وانت عايش ازاي، ما تبصش عنده كام ولد ولا مراته حلوه ولا وحشه، ما تبصش عنده كام صاحب، ما تبصش على حياته بيسافر فين ولا عايش ازاي ولا راكب عربيه ايه. كل ده ربنا سماه زينه الحياه الدنيا. الدنيا بالظبط زي الورده اللي لو شفتها تخطف عينك وقلبك، بس خلال ايام بالظبط هتدبل وتصفر وتختفي. انما بقى اللي ربنا قال عليه باقي ودايم هو الباقيات الصالحات. اللي هيبقى لك هو كل خطوه بتمشيها في طريقك لربنا، هو كل ركعه بتصليها بالليل لوحدك بعيد عن عيون الناس، هو كل كلمه طيبه بتقولها لحد محتاجها، هو كل ذكر الله بتقوله وتستحضر بيه عظمه ربنا وسلطانه. حياه تانيه مختلفه خالص. اللي بيعيشها بيعيش الجنه في الدنيا قبل الاخره. اما بقى اللي بيمد عينه في كل تفصيله في حياه الناس عمره ما بيشبع، ومهما ربنا اداله بيفضل برضه حاسس انه فقير ومحروم. وده بقى اكبر عقاب ربنا بيعاقب بيه اللي بيمد عينه. خدها قاعده هترتاح: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.